طبعا معظم الناس طالعه دلوقتي تقول لك اهداف شيكابالا كلها اللي سجلها في النادي الاهلي الفتره الاخيره ملهاش لازمه. تعالى بقى انا اعرفك لازمتها ايه بالنسبه لشيكابالا وبالنسبه لجماهير نادي الزمالك. طبعا يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين ده هدف محمود عبد الرازق شيكابالا في نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا في النادي الاهلي، اللي بعديها محمد مجدي قفشه سجل القضيه ممكن اللي انتوا كلكم هابلنا بيها حتى الان. طبعا يا جماعه بعيدا عن جمال الهدف وعظمه الهدف وان شيكابالا جاب 4 5 لعيبه عدى منهم محمد الشناوي كان بيتفرج على الهدف زيه زي جماهير الزمالك بالظبط، والجماهير كلها اللي بتتفرج عليه من عظمه شيكابالا. ده يا جماعه بالنسبه لشيكابالا هدف في نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا، يظل في سجل شيكابالا ان هو احرز هدف في نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا، ودي بحد ذاتها انك تسجل هدف في نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا ده شيء كبير جدا وعظيم جدا. ده بقى بعيدا عن هذا، بعيدا عن عظمه الهدف، بعيدا ان هو عدى من السوليه وجونيور اجاييه ومحمد مجدي قفشه واللعيبه دي كلها وحسين الشحات ومحمد الشناوي اللي بيتفرج على الهدف ده.